يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المسلمين أو سيدة نساء العالمين يوم القيامة؟ السيدة فاطمة إنه سيدنا الإمام الحسين الذي ذكرت فيه أحاديث كثيرة وسيرته تتلألأ مضيئة. هو سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه الذي ذكر الإمام مسلم بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل الإمام الحسن وحمل الإمام الحسين فقالوا أتحبهما يا رسول الله؟ قال النبي من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. سيدنا الإمام الحسين يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله وقد حمل رسول الله سيدنا الإمام الحسن وسيدنا الإمام الحسين أتحبهما يا رسول الله؟ قال وكيف لا أحبهما وهما ريحانتاي من الدنيا أشمهما ريحانتا رسول الله الإمام الحسن والإمام الحسين رضي الله عنهما. وكيف لا وهو حبيب رسول الله، وكيف لا وهو حبيب الله جل وعلا، وكيف لا وفي حديث يعلى ابن مرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حسين مني وأنا من حسين. حسين مني وأنا من حسين. أحب الله من أحب حسينا. اسمع حديث الإمام الترمذي حسين مني وأنا من حسين. أحب الله من أحب حسينا. حسين سبط من الأسباط، أمة من الأمم، كأنه قبيلة وحدة، كأنه عشيرة وحدة. سيدنا مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحباب، أيها المحبون، يا أحباب آل بيت رسول الله، ها هو سيدنا الإمام الحسين بن علي كرم الله وجهه ورضي الله عنهم. في حديث حذيفة أنه ذهب إلى رسول الله فقال يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بالك يا حذيفة؟ غفر الله لك ولأمك. إنه نزل علي ملك لأول مرة من السماء فبماذا أخبرك وبشرك يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نزل علي ملك من السماء فبشرني بأن السيدة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن سيدنا الحسين سيد شباب أهل الجنة، وأن سيدنا الإمام الحسن وسيدنا الإمام الحسين سيدا شباب أهل الجنة. هناك أحاديث كثيرة في سيدنا الإمام الحسين، حتى في حديث أم الفضل بنت الحارث أنها قالت لرسول الله يا رسول الله رأيت رؤيا غريبة عجيبة. فقال ما هي يا أم الفضل؟ قالت رأيت كأن قطعة من جسدك نزلت في حجري يا رسول الله. قطعة من جسدك أنت يا رسول الله نزلت في حجري ووقعت في حجري. فقال لها نعم ستلد فاطمة ابنتي غلاما. وفعلا ولدت السيدة فاطمة الإمام الحسين فتلقته أم الفضل
وخزائن الرحمن لما تنفدي. أنا لست أخشى من ظلامة ظالمي، أنا لست أخشى من عداوة معتدي، أنا لست أخشى زلة أو زلة، خير البرايا شافعي ومؤيدي. أنا لست أخشى الضيم في دنيا الورى، وأنا الحبيب لآل بيت محمد. يا حبيبنا الإمام الحسين، يا شهيد كربلاء، يا شهيد كربلاء، وقفت أختك سيدتنا عقيلة بني هاشم، وقفت وهي تشاهد هذه الحرب الشعواء، وقفت وهي تشاهد هذه الحرب على آل بيت النبي الكرام الأطهار. وقفت سيدتنا وقالت ما قالت، وقالت في حضرة الأمراء ما قالت، وأتت بسيدنا الإمام الحسين، وأتت بآل بيت رسول الله إلى أرض الكنانة مصر. هنيئا لك يا مصر بآل بيت رسول الله، هنيئا لك يا مصر بسيدنا الإمام الحسين بن علي، هنيئا لك يا مصر بسيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، هنيئا لك يا مصر بآل بيت النبي الكرام الأطهار. وهي التي قالت: فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما، إذا ضاقت بك الأحوال يوما، فثق بالواحد الفرد العلي، توسل بالنبي في كل أمر يهون إذا توسل بالنبي، ولا تجزع إذا ما ضاق أمره، فكم لله من لطف خفي. رضي الله عن مولانا الإمام الحسين، رضي الله عن سيدتنا عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وعلى جدهم جميعا أفضل الصلاة وأتم السلام. يا ربنا بالأحرف النورانية في القرآن الكريم، يا ربنا يا من قلت قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، نسألك بالسر الذي أودعته كونك، نسألك بالسر الذي أودعته سماواتك وأرضك، نسألك بالسر الذي أودعته كتابك، نسألك بالسر الذي أودعته الأحرف النورانية. ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام را، ألف لام ميم را، كاف ها يا عين صاد، طه طاسين ميم، طاسين ياسين صاد، حاميم حاميم عين سين قاف قاف نون. اللهم زدنا حبا في آل بيت نبيك الكرام الأطهار، اللهم زدنا حبا في آل بيت نبيك الكرام الأطهار، اللهم قربنا منهم يا الله، اللهم حببهم فينا يا الله، زدهم قربا منا وزدنا قربا منهم يا الله. يا ربنا نتوسل إليك بحبهم، نتوسل إليك بصالح أعمالهم، نتوسل